إحداهما بالشموع وأخرى بشعارات كتبت بالإسبانية قبالة سفارة مدريد في الرباط، تنديدا بطريقة تعامد الإعلام الإسباني مع حوادث العيون الاثنين الماضي التي اعتبرها المحتجون غير مهنية. يندد بتصرفات لا مهنية ولا أخلاقية للصحافة الإسبانية التي تطاولت ليس فقط على المغرب وإنما تطاولت على القضية الفلسطينية. نؤكد أننا دائما مع الصحافة المستقلة التي تعكس الحقيقة. الحكومة المغربية وصفت ما أقدم عليه الإعلام الإسباني من خلال نشر صور جريمة قتل في الدار البيضاء وأخرى لجرحى من قطاع غزة على أنها صور لضحايا تدخل قوات مغربية في مدينة العيون، وصفته بأنه تضليل وزرع للحقد والكراهية. قيل في الصحافة الإسبانية وفي وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية إفي بأن عشرات الجثث، بل هناك من يقول مئات الجثث متلاشية في شوارع العيون. نعرف ما هو الهدف من هذا، من أجل التأثير على الرأي العام الأوروبي. الأخطر في هذه العملية أنها تتجاوز البعد الإعلامي نحو ما يمكن أن نصفه بالحنين إلى فترة الاستعمارية. وأعتقد أن إسبانيا التي كانت هي المستعمر السابق للساقية الحمراء ووادي الذهب لا يمكن أن يكون دفاعها عن السكان الصحراويين منفصلا عن الهاجس الاستعماري. دهشة واستياء طبع المجتمع المغربي بعد التقارير المغلوطة التي نقلها الإعلام الإسباني عما سمته الصحافة المغربية الاثنين الأسود في العيون، والتي قال فيها صحفيون إسبان إن العيون مدينة من الجثث، وإن الجيش المغربي يقتل فيها المواطنين الصحراويين. عادل الزبير.